عندك كحك مفتفت او كحك مكسر، او عندك كحك ما ظبطش معاكي السنه دي، طلع دايب، طلع ناشف، الحشوه اللي فيه ناشفه او مش عاجباكي، اوعي تزعلي على اي حاجه، سيبي كل حاجه على الله ثم عليا. وتعالى اقولك بقى هنعمل اعاده تدوير، وهنعمل وصفتين تحفه بجد هتدعيلي عليهم، وهتندمي ان انتي ما كنتيش بتعملي كده من زمان. اهم حاجه صلي على رسول عليها افضل الصلاه والسلام، واكتبوا بتتابعوني من اي بلد، وقولوا ايه اكتر وصفه عجبتكم في الوصفتين اللي احنا هنعملهم. معايا بقى الكحك المكسر، عندي تقريبا كيلو كده من الكحك. هنبتدي بقى نفتفته ونشيل منه الحشوة لو موجود فيه حشوة، لو ما فيهوش حشوة يبقى هنفتفته على طول. انا طبعا هو كان دايب فتفتفت معايا بسرعة، حطيته في الكبة وبعد كده طحنته زي ما انتم شايفين كده. تقدروا تحطوه في كيس وتدقوا عليه بأي حاجة تقيلة لو انتم ما عندكوش الكبة او المطحنة. تمام كده، بنمسكه بايدينا كده ونشوف السمنة اللي فيه، لو هو دايب كده بنعرف بس هو دايب ولا مش دايب. تمام، انا عملته بايديا كده، فالعجينه بدات لقيتها عامله زي العجينه كده، يعني في سمنه كتير، فضفت عليه كوبايتين من الدقيق وطحنته تاني كمان طحنه كده، قلبت كله ببعضه يعني. بقى عندي زي الدقيق البودر، كأنه دقيق رجع تاني كأنه دقيق. تمام كده. طيب انا هاخد المقدار اللي انا عاملاه ده هقسمه علشان انا هعمل منه وصفتين، فهجيب طبق عندي اخد النص واخلي النص التاني زي ما هو كده، يعني انا قسمته بالتقريب كده لنصين. هنجيب بقى كوبايه ميه دافيه 200 ملي، هنحط معلقه من الدقيق، معلقه مليانه من السكر، معلقه مليانه هرميه من الخميره، وهنقلبهم كويس مع بعض. هضيف كمان معلقتين من الزيت واقلبهم كويس، ونركن الكلام ده ونجيب اول وصفه هنعملها. يعني الدقيق اللي في الطبق ده هنحط معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه مليانه من السمسم، معلقه صغيره مليانه من الشمر، على ينسون، على كراويه انا حمصتهم وطحنتهم كويس وحطيت معلقه مليانه منهم. هناخد نص الكوبايه اللي هي فيها الخميره اللي احنا عاملين فيها الخميره دي، وبعد كده هعجن الكلام ده كله مع بعضه، وهشوف انا محتاجه ميه ولا مش محتاجه. لو انا حسيت ان انا محتاجه ميه هحط، مش محتاجه يبقى خلاص. انا زودت الشمر واليانسون لان انا بحب طعم الحاجات دي في القراقيش، فانا ضف يعني كترتها شويه. وطبعا ملمس العجينه مش زي الكحك، بتبقى الملمس كده طري، ما بتكونش دايبه زي الكحك. دهنت صاج او صينيه بالزيت، وبعد كده فردت فيها العجينه وهنبتدي نقطعها. اهم حاجه بس ان احنا بعد ما نحط السوائل نخدمها كويس قوي. تمام كده. بعد كده بنقطعها، يعني بنقطعها، خلي بالكم هي لسه هتخمر، فبنقطعها كده ايه، يعني شرايح رفيعه كده، بس يعني زي القراقيش اللي بنجيبها من بره كده، او السمك اللي انت بتحبيه. بعد كده هدهن الوش بقى بشويه لبن، عندي ما عنديش لبن يبقى بشويه ميه، علشان انا هرش عليها سمسم من على الوش يلزق او يمسك يعني. بس كده، وهسيبها بقى لحد ما تخمر. وبعد ما تخمر هدخلها الفرن، انا مشغله الفرن يسخن، واول ما تخمر كده وتعلى هدخلها الفرن. نيجي بقى لتاني وصفه. اخدت باقي الدقيق اهو، هنجيب برضو شويه شمر على ينسون، وهنحط معلقه من البيكنج باودر، وهحط كوبايه زبادي، وهحط بقيه خلطه الخميره، وهحط كمان شويه من الزيت، حوالي 3 معالق من الزيت. طب لو احنا عايزين يا رشا نكتر الكميه شويه بما اننا هنعمل، واحط بقى نص كيلو دقيق ولا حاجه، حطي نص كيلو دقيق، وزودي كمان نص كوبايه زيت، وزودي مثلا كوبايه زبادي كمان، وشويه الميه طبعا لحد ما العجينه تطرى في ايدك، هتديها شويه ميه بشويه ميه لحد ما العجينه تبقى بالقوام ده، بالسمك كده كده، تبقى طريه كده في ايدك، يعني تبقى طريه لان دي قرص طريه، فلازم تبقى طريه. تمام. شايفه جمالها عامل ازاي، طريه وحلوه جدا جدا. هنجيب بقى الصاج، ما بندهنش زيت ولا اي حاجه، بنبططها كده، وبعد كده بشوكه برضو نقوم جايين مخرمينها كده، وده اختياري. وبعد كده بقى بنسيبها حوالي ساعتين تخمر، ساعة ساعتين على حسب الجو. بنغطيها بس بفوطة كده أو بكيس بلاستيك وندفيها، وبعد كده بنخبزها. أنا مولعة الفرن ومجهزاه دلوقتي. بنحط السيجان على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200، ولما بتحمر من تحت بنفتح الشواية على خفيف خالص لحد ما بتاخد لون حلو. تمام كده. وبالنسبة للقراقيش، القراقيش بتستوي على نار هادية، يعني تقريبا كده على درجة حرارة 160. أنا قطعتها تاني ولقيت الجناب بتاعتها يعني طرية، فانا بصوا حطيتها في الفرن تاني، يعني هحطها كده تحت الشوايه على نار هاديه برضو لحد ما تتحمص معايا. بصوا القرص طلعت شكلها حلو ازاي وجميله ازاي. والله العظيم انا ما كنت اتوقع، يعني انا عارفه ان هي هتبقى حلوه وخفيفه عن القرص الدايبه، لكن انا ما كنتش اتوقع ان هي تكون بالطعم وبالجمال اللي طلع ده، والله ما توقعت ابدا يا بنات. غطيتها كده بالستريتش نايلون عشان تفضل طريه،
والقراقيش كمان حمصتها في الفرن شويه بقت جميله. عايزه اقول لكم بقى ريحه البيت، يعني ريحه الشمر واليانسون مع المخبوزات بتبقى حلوه قوي قوي. انا كمان ما عملتش قرص طريه ولا قراقيش في العيد، فانا خدنا كفايتنا وكلنا وشبعنا من القرص اللي هي الدايبه، واستغليت اللي فاضل وعملت منه قراقيش وقرص للفطار الصبح، خفيفه وجميله ولذيذه وبتريح المعده. مش عايزه اقول لكم طعمها حلو قد ايه، بجد جربوها وهتدعوا لي. لو عندك كحك وانت مش عارفه تعملي فيه ايه، اعملي حتى وصفه من الوصفات دي وجربيها، وبجد مش هتندمي ابدا.